بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. سلام ربي في اللون. مثلا ذوقي درس سويس 21 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أثلث يعفو ربي. نبغى مثلا نهضر في الماء الطهور. ند الماء الطهور هو الذي هو طاهر في ذاته مطهر لغيره. زدي ريمانيس يزيز لي النظام الند أماني سيكسن إلا ماء الأمطار، مياه الأمطار أمان اللهوى، مياه الآبار أمان الفيور، مياه البحار أمان البحر. أرميس كمان ويض ماذا من انتلا ماذا من العنصر أما نبضل من ندايث مثلا أولا زمن النذا كدي الشتوى تفض اسمس تجورني ذي الغابة ساعة النذا مما منني صلحا وقيوك قرنس الماء الطهور الزدي ريماني سيزيزدي أين النظام. والندى مثل الماء الطهور يصلح للعبادة والعادة. المعنيس أمان أجي في نهضر يلها الوضوء العبادة، يلها الوضوء أم قرن الوضوء مشطوح إلى آخره، أما كن يلها العادة السر ديس الأحوال يتجور النعمة إلى آخره. ذا قاعد نبض ثم نكمل. ينادى المصنف رحمه الله: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر. فذلك الماء طاهر غير مطهر. شو المعنى؟ إن أمن جيومين السلا ياك ميلا يفدل لا كولورينس اللونينس النغ الريحينس ميلا يفدل يعني وصف من أوصافه. إذا تغير وصف من أوصافه صار يصلح للعادة لا للعبادة. اش كيف غاديني؟ وما غير لونه ميلا يفدل اللونينس لا كولورينس بشيء طاهر حل فيه. ولو كان سوين زديا أين زديا أروين زديا أذيوالو زديا راه إلى عبادة. سبحان الله، هي نورمالمون لا لوجيك شو ثنا أين زديا أرنويا سين زديا أذي فغي زدي إلها ميذاقنا أين زديا أرنويا أين زديا ورسلها للعبادة. بمعنى أمان زديث مثل بيضا صدين زديا ثمنت ثلها زديث أتتخذ لك الومان. هل يجوز من يظليث؟ خاطئ. جزاء الوضوء يفدل اللونينس داين يفدل اللون يبدل الذوق طعمينس مرة تصوض جامع دين الدمان الدين ذامان خلظني ذس ثمنت تخلط ثمنت يدس صفوس الحنارة الوضوء. إما تبض أمان زديث أسنطر نوضا يفكي غيغي يغي لها يفكي لها زدي ولكن يسكو صلحني الوضوء ولا صلحها الوضوء ولا صلحها الوضوء. وقيل معنى يس مدينة وما غير لونه بشيء. المصنف بشيء شوية الغطاس المهم بشيء طاهر حل فيه، يعني يفقنا غيد باللي الشياقي زدي أما ذا يفكي أما ذا يغي أما تسمنت أما ذا ينظم. فذلك الماء يفكد يعني الخلاصة إن دمناقي طاهر غير مطهر، يعني طاهر في ذاته زدي ولكن ورسل حالة في وضوء غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة.
المعنى سورة الزمير ضرت اللوص ومناقي. وقد قلنا فيما سبق الأئمة كلهم، أما الإمام ابن عاشر، أما الإمام سيدي خليل، أما الإمام ابن زيد القيرواني، ابن أبي زيد القيرواني، كما لنا وكذوياض نند الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة. أينكم من الزمرس نسمي أمان ذايا يصلح العبادة ولا العادة. أين وما نرنو أدين ذامان خلظن ذوامان أما تامن تما ذا يفكي أما ذيغي ثنرد كان خلظن حبس دين يغادر الصليح على الوضوء. ويجيب غاديني المصنف غير طاهر غير مطهر في وضوء أو طور، رفع مثلا طور الوضوء الأكبر. ومن بعد شو دينا وما غيرته النجاسة، ما إلا تامن تكذيف يكذيغي ما خلظن ويصلي حالة الوضوء وما يعني العبادة عموما، وما أدراك أكرمكم الله ماذا النجاسة ذين يمسن يسميسي ذواليس النجاسة ما تخلظك ذوامان ذاكي من باب أولى هذا الماء فقد طهوريته فروح استزدينس أرث الصوضن باش يصلح العبادة ولا العادة. وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. ذاكي ماشي مزور طاهر أمان خلظك سيغي أتسر ذي السوض مين مثلا السوض أتسر ذي الأحوال مثلا تفكر التجرة إلى آخره. ولكن ما إلا وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. نتسول زدية هذه النجاسة والزميرات تسر الأحوال سواء من ينجسن محال ولا مطهر لغيره. أشو دينا بعد وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. تجد مسألة مهمة. ما إلا قوى ومان ولا مثل نجاسة سمحتي البحر صلح ومان يسير الوضوء النجاسات لأنه قال يخدم النجاسات تواغيث داخل نجاسات بلا حدود صون ليميت لا عجب. ولكن صلح الومان البحر يغرق خطر قوى ومان النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بس مسقسن الصحابة ما يجوز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يعني سوى من البحر خاطر يبدل الملح يعني ذوق يسعى الملح إناس يجوز صافي. ولكن ما إلا شوية طبامان ما إلا شوية النجاسة ذاكي ورسل حالة إن دواء إن لم تغيره ولو كان يرفد دلالة اللونين الرائحة ينس. لذلك الفقهاء شدنا ند مولى شامان النظام يجوز على الكراهة يعني مكروه هكذا وإن لم تغيره. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة إنات وين يستخدم شوية طبامان هذه يخدم ليكونومي الاقتصاد ذو قامان ويتسبذير على غمان للناد الحادثين دولا ما إلا يوني تسغلوضو يثرقى ناض قواسيف ناض ديال البحر إيلاق هذه تعلم آمك يقتصد ولا قارد يسرح كامل الروبين يسرح فوق يسرح للطرف باش يغلوضو وما ديال الدوش نهضر بل كتفض أي نسال الدوش 40 الغاشي أي دوشيس وحدس. وطبعا اشتاقي تصرف كاع هي تربية اقتصادية في استعمال الماء أمشار نستخدم أمان وأمان ذنيتي الحياة وربي يناد وما يناد وننزل من القرآن ما هو ما يستقبل غادي وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. أخيرا أشو دينا وإن مع إحكام الغسل ثالثاني بالإتقان وضوء الغسل سنة فقيل السنن عليه الصلاة والسلام والصرف منه غلو وبدعة يعني التبذير نذقوامان يسخسرنا من ويسخسرنا من تجد الغلو تطرف وذي البدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقنا غير النبي عليه الصلاة والسلام أمشي يعني يقتصد ذي الوضوء. من بعد شو دينا وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق إلى آخره والحمام وكذا والمجزرة إلى آخره.
اخيرا افقنا غيت المصنف إمو كان دا ولا قران الزال ولا قران الزال اما ذي معاطن الابل ما روح لك نادسون يعني الغمان انا غازمالي ما غير زكالم يعني ان دا يمسك يعني سمسني مكاني وريد جزارة وكذلك ذي الفسيوات دا وزديارة الحال وكذلك ذي الحمام وكذلك ذي المجزرة عند يعني زلون وكذا لن يذمن إلا النجاسات ذايا والله أعلم. نكمل إن شاء الله في الدروس ديال الدنيا والثلويث والسلام عليكم ورحمة الله.